اهلا بيكم. دلوقتي هوريكم طريقه السمك الفيليه في الفرن بتوست ريتش بيك. دلوقتي هنبتدي ان احنا نتبل السمك ده في الصينيه اللي هنعملها فيها في الفرن. السمك ده بيتباع عادي طبعا فيليه كده جاهز. نحاول بقى نرش ملح وفلفل كلهم بالتساوي مع بعض، الفلفل والليمون. نحاول بقى نحط 3 يبقوا قد بعض، بشر ليمون، وهنحط بقى حبه زعتر كمان. هنحاول ان احنا ندخل الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه يبقى جوه اللحمه بتاعت السمك. بتلفوها كده كده. السمك بتاعنا جاهز. هنحط الزبده، هنحط ال3 توم اللي احنا رسناهم كده. انا موطيه النار خالص، عايزاه بس يطلع ريحه اللي فيه ونشيله على طول. انا شامه دلوقتي ريحته ابتدى يتحمر فانا هشيله كده. احنا بس اخدنا ريحه التوم. هنحط بعد كده بقى التوست المطحون. السبب ان انا استعملت توست مطحون ما استعملتش البقسماط. البقسماط بيبقى ناعم قوي، انا عايزه توست بيبقى فيه حتت كبيره شويه، فده بيبقى احلى في البيكنج، يعني بيخلي السمك هيستوي وما بيتحمرش من بره. احنا هنقلب بس كده الخليط ده عشان اتاكد ان التوست شرب كل الزبده اللي موجوده. بنحط البقدونس، هنقلب كده. هنحط بقى التوست المطحون ده على السمك. دلوقتي انا خلاص خلصت، غطيت السمك كله بالتوست المطحون. يلا بينا. احنا كده خلاص السمك بقاله ربع ساعة في الفرن. لذيذ. هطلعها بقى براحة جدا. مش محتاجين بقى جنبها رز ولا اي كربوهيدرات، يعني توست ريتش بيك كفايه. احنا خلصنا وصفتنا. زي ما قلت لكم طبعا دي تبقى حلوه قوي 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 للصيف. سهله جدا، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. وبون ابيتي.